زقاق الجن الحلقة 26. شيماء بالخرابة عم بتنادي إذا في حدا هون، ولطيف عم يسدد الطاهر وبموت طاهر بين ايديه. شيماء بترجع على البيت وهي خايفة ومتوترة. المساعد حيدر بيروح على بيت لطفي ولطفي بيقوله انه ناجي هو خطف الأولاد، هو ورا خطفهم. حيدر بيقول انه ناجي بالسجن وبركي نحنا عم نظلمه، او في له شريك تاني عم يتحرك من برا. لطفي بيقول له ان الست شيماء بلغت الكراكون انه في ولد مخطوف بالبايكة، بس ابو نزير وابو فهد وكل الموجودين اكدوا انه ما كان في حدا بالبايكة. شيماء ما قدرت تثبت اي شي، وحيدر بيقول له بعرف هالقصة، وشيماء قالت ما لم متأكدة انه اخوك. لطفي بيقول بس ليش بنفس اليوم يلي راح لطيف بده يدهن ظهر ابي اختفى هو وناجي، وبعد كم يوم لقوه بين البساتين فاقد عقله وصاير أخرس. فالمساعد حيدر بيتفاجأ وبيقول لطيف كان بيحكي وما ولد أخرس. لطفي بيقوله ايه نعم كان لطيف يحكي وكان كتير ذكي، بس ما حدا بيعرف ليش خرس. حطوا لايك واشتركوا باي.